الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ثم أما بعد. بداية أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. هذه رسالتي لكل من يشتكي كثرة الذنوب. سنقف عند قوله تبارك وتعالى من آياته جل وعلا، ثم نقول ما قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه في قوله عن هذه الآية. الله عز وجل أحبتي يقول في محكم كتاب العزيز: ولكم أن تتأملوا هذه الآية بقلوبكم قبل عقولكم. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أحبتي، لو وقفنا سويا عند معنى كلمة الأواب، معنى كلمة الأواب. الأواب أحبتي كما قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال: الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، حتى يختم الله عز وجل له بالتوبة. لذلك أحبتي هذا الكلام يعطينا نوع من الاطمئنان ونوع كذلك من الإيعاز الإيماني، الذي دائما إذا فكر الإنسان أنه أذنب كثيرا أن الله عز وجل لا يغفر له، لا، بإذن الله سيغفر له الله عز وجل إذا تاب عن الذنب الذي فعله. ولذلك الله عز وجل يقول في محكم كتاب العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لذلك أحبتي مهما أذنبت عليك بالاستغفار، مهما أذنبت مهما فعلت عليك بالاستغفار والتوبة. ولذلك بعض السلف كان دائما ما يقول: إن الله إذا أحب عبدا وأراد به خيرا ألهم لسانه بالاستغفار. فدائما استغفر الله عز وجل مهما أذنبت ومهما فعلت، وأبشر بالخير، وبإذن الله عز وجل سيغفر لك ذنبك. لكن ارتدع عن الذنب بكثرة الطاعات، بكثرة قيام الليل، بكثرة التوبة، بكثرة الاستغفار، بانشغالك بالطاعات وانشغال عقلك بالطاعات كي ما ينشغل بغيره ويصبح فارغا فيلتجئ إلى فعل الذنب مرة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبي وذنوبكم، ونجعلنا وإياكم الذين نستمع القول فنتبع أحسنه. السلام عليكم.